مريضتنا النهارده رجعت دم من معدتها من حوالي 3 اسابيع. عملت منظار لاول مره، قالوا لها التهاب معده بسيط، مفيش مصدر للنزيف. تمام، بدات تاخد العلاج، النزيف اتكرر تاني، فجت لي. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. لما جت لي قررنا نعيد المنظار، عندها نزيف فلازم اشوف سبب النزيف ده ايه. بعد ما نفخنا المعده كويس وفحصنا كل الجدران بدقه، لقينا القرحه الصغيره دي، قرحه مستخبيه بين ثنايا المعده في منطقه جسم المعده. المعده فيها حوالي 22 منطقه لازم تتفحص كويس جدا وتتصور بالمنظار عشان نقدر نقول المنظار ده اتعمل بجوده عاليه. دي صوره القرحه باستخدام تقنيه الطيف الضوئي او الام بي اي، دي اللي بتوضح تفاصيل الانسجه بدقه اكبر. لو بتعاني من الم مستمر في المعده ما تتجاهلوش، والاهم جوده المنظار ممكن تفرق في التشخيص. احفظ الفيديو عشان المعلومه دي تفيدك بعدين.